بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في قناتي، قناة وصفة في المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وخفيفة، وفي نفس الوقت محدش هيزهق منها. زي ما انتوا شايفين اللي قدامكم دي صينية مكرونة بالبشاميل، بس المكرونة بتاعتنا النهاردة مختلفة شوية. طب ايه هو اللي مختلف فيها؟ اللي مختلف فيها يا جماعة حاجة يعني ايه مختلفة؟ الحشو بصراحة هو اللي مختلف. دايما بنشوف المكرونة محشية بلحمة مفرومة. النهاردة ان شاء الله المكرونة بتاعتنا معمولة بشاورما فراخ. جربي بشاورما الفراخ، جميلة جدا، طعم مختلف جدا عن المكرونة بالبشاميل. يعني نغير في الأطعم شوية، مرة باللحمة، مرة بالشاورما، ونشوف أنهي طعم اللي يكون أفضل. والاتنين حلوين، بس الشاورما طبعا عشان احنا دايما على طول متعودين على المكرونة باللحمة المفرومة. فالشاورما الفراخ عاملة فرق معانا بصراحة. يلا بينا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمي بالله ونبتدي الوصفة بتاعتنا. النهاردة ان شاء الله معايا 400 جرام من المكرونة. ليه 400 جرام؟ عشان هو الكيس 400 جرام، وهو فعلا حلو جدا جدا على الصينية ومناسب جدا جدا. بجيب حلة بملى نصها كده مية مغلية، واحط فيها ملح، واحط فيها المكرونة، واسيبها تغلي من 5 ل7 دقايق. طب يلا بينا نعمل البشاميل بتاعنا على بال ما تستوي المكرونة. البشاميل عبارة عن 10 معالق من الدقيق، بحطهم في مادة دهنية وأقلب تقلبتين 3، مش كتير، علشان أنا مش عايزة الدقيق بتاعي لونه يختلف. عشان ما تقلبش معايا بوصفة تانية خالص. مش عايزة لون الدقيق يغمق معايا. جبت نص كيلو لبن وحطيته على الدقيق، وهبتدي اقلبهم ببعض عشان يتداخلوا كده في بعض ويمتزجوا في بعض. هبتدي اقلب البشاميل، طبعا انا عايزاه ناعم كده وكريمي، فاقلب ببعضه كده حتى يمتزج في بعضه ويتداخل الدقيق مع اللبن ومع المواد السائلة بتاعتي. طبعا كل ما بقلب كل ما بيبتدي القوام يتخن معايا شوية، فببتدي ازود مواد سائلة تاني. لو عندك شوربة حطي، لو عندك ما عندك الشوربة حطي مية عادي. عادي خالص حطي مية، بس حطي معاها مكعب مرقة. آه، انا طبعا النهاردة بصراحة انا حاطة شوربة، وانتي لو هتحطي مية حطي مكعب المرقة، وخدي بالك من الملح لان المكعب المرقة بيبقى فيه ملح. وطبعا برضو الشوربة بتبقي انتي عاملة وانتي بتسلقي اي حاجة، لحمة او فراخ او اي حاجة، بتبقي حاطة ملح، فبرضو خدي بالك من الملح. قلبي كويس. عايزة القوام بتاعي كده يبقى كريمي وناعم جدا جدا، تتداخل الكلاكيع دي تفك معايا، مش عايزة اي كلاكيع في البشاميل. عايزة بشاميل ناعم جدا جدا. هبتدي اضرب فيه. شايفين تخنت شوية وانا بقلب، طبعا طول ما هي على النار كده وانتي بتقلبي بتتخن معاكي. فكل ما تحسيها ان هي محتاجة مادة سائلة اديها شوربة، اديها مية، اديها اللي عندك. انا عايزاها يعني متماسكة، حاجة بسيطة جدا جدا. خليها على النار عشان تستوي، وفي نفس الوقت بقلب فيها. وصلت معايا لحد هنا حطي لايك، واللي مش مشترك يا جماعة يشترك ويفعل زر الجرس، وكمان ينزل تحت يحط لي تعليق كويس. ده فلفل اسمر يا جماعة، حوالي معلقة فلفل اسمر كده، جميل جدا لما بتحط الفلفل الاسمر على البشاميل بيديله طعم خرافي جميل جدا. هنا هنعمل عصاج بتاع الشاورما. دول بصلتين كبار مقطعاهم تقطيع خشن كده شوية.
وهقلب فيهم شوية كده مع المادة الدهنية. طبعا في مادة دهنية اتحطت قبل البصل. هقلب شوية. عايزة البصل يصفر معايا، مش عايزاه يحمر. محضرة طبعا نص كيلو من الشاورما، هحطه على البصل. خلاص هي ابتدت البصلة تصفر معايا كده تمام. هجيب الشاورما واحطها واقلبهم كده ببعض، اقلبهم حلو. وكمان كان معايا قطيتين كده قطعتهم وحطيتهم على الخلطة بتاعتي، العصاج بتاعي. اسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض ويستويوا كده مع بعض. برضه حطيت توابل ملح وفلفل. هسيبهم حوالي 5 دقايق يستوي ببعض كده عشان الشاورما تستوي. عايزة اقولك ان والله اللايك مش هياخد منك لا وقت ولا مجهود ولا فلوس، هي ضغط الزرار بس. آه، جبت صينية مقاس 26 وهحط فيها البشاميل. يعني هبطنها بالبشاميل كده. افرشهم كويس كده في قاع الصينية. افرش البشاميل في قاع الصينية. ما حطيتش طبعا مادة دهنية في الاول، ما دهنتش الصينية مادة دهنية والبشاميل على طول كده. متنسونيش في اللايك يا جماعة والاشتراك. حطيت جزء من البشاميل على المكرونة وهقلب كويس جدا. هقلب كويس جدا. ايدينا نظيفة جدا يا جماعة، والله مغسولة كتير جدا جدا جدا، انضف من اي معدات تانية. طول ما احنا في المطبخ بنغسل في ايدينا. حطيت جزء كده في قاع الصينية وهبتدي ارصه كويس، اظبطه كده عشان يبقى متساوي. ظبط كويس. ظبط المكرونة كويس جدا جدا في الصينية كلها، عشان لما تيجي تقطعي الحتة تبقى مظبوطة، متبقاش فيها واحدة رايحة وواحدة جاية كده، فتظبطي. كمان بحط شوية من البشاميل على المكرونة. كل ما تحطي بشاميل كتير كل ما تديكي نتيجة جميلة جدا، بتبقى طرية وحلوة وتبقى جميلة، يعني طعمها بيبقى مختلف وطري وحلو. حطيت كده اللي هي دي الطبقة الأولانية. دي كده الطبقة الأولانية. هبتدي بقى أحضر الشاورما، عصاج الشاورما، وابتدي أوزعه على المكرونة بتاعتي بحيث أغطي سطح المكرونة كله بالشاورما. وببتدي أوزع كويس الشاورما على الصينية كلها كده، على المساحة كلها بتاعتي، بحيث يبقى متساوي كده اهو. بيبقى يعني كل قطعة تاخديها يبقى فيها
بحيث لما تيجي تقطعي كل قطعة تبقى فيها الحشو بتاعها. شوفي ما شاء الله كمية جميلة جدا. زي ما قلت لك 400 جرام من مكرونة حلوة جدا جدا، مناسبة للصينية جدا جدا. هبتدي بقى احط الطبقة التانية بعد ما حطيت الشاورما. هبتدي احط الطبقة التانية في على الشاورما كده. الطبقة التانية اوزعها برضو كويس. اوزعها، مش عايزة اخلي فراغات خالص خالص. اوزع كده كويس. كده هبتدي احط البشاميل الطبقة الأخيرة. بشاميل بكمية، أغطي خالص خالص بكمية لا بأس بها يعني، عشان المكرونة تبقى غرقانة في البشاميل، والبشاميل هيخلي المكرونة تمسك كمان في بعضها. لما تيجي تقطعيها تلاقيها ماسكة قطع كده، قطع قطع يعني. كل ما تكتري البشاميل بتديكي نتيجة أفضل، تبقى جميلة ما شاء الله. طبعا البشاميل ده متبل، محطوط له الفلفل والملح بتاعه وكل حاجة. شايفين كمية البشاميل؟ بسم الله ما شاء الله كتيرة جدا. مكرونة غرقانة في البشاميل. حضر الفرن بتاعتي، اسخنها على درجة حرارة 180 لحد ما تحمر كده وتخرج معايا بالطريقة دي. باللون ده جميل جدا ما شاء الله. حطيتها طبعا على درجة حرارة 180. قعدت معايا حوالي ساعة في الفرن. آه، عايزة اقولك لما تخرجي المكرونة ما تقطعيهاش على طول، سيبيها تبرد شوية. سيبيها حوالي من ساعة لساعة ونص كده تبرد، عشان لو قطعتيها وهي سخنة هتفرفت معاكي، مش هتديكي قطع كويسة. آه، سيبيها براحتها جدا. اللي بيخليها تبقى ماسكة كده مش انك انت تحطيها بالنشا بتاعها ولا اي حاجة، لا. اللي بيخليها تبقى متماسكة ان انت حاطه لها البشاميل كويس، وفي نفس الوقت سبتيها تبرد. لما بتسيبيها تبرد بتطلع متماسكة وحلوة وقيمة في نفس الوقت. لو انت عندك ضيوف ولا حاجة هتطلعي القطعة، هتبقى شكلها حلو في التقديم بالنسبة للضيوف. لكن لو انت استعجلت عليها وقطعتيها كده وهي سخنة هتلاقيها فرفتت منك كده، والبشاميل طلع منها ومن الجوانب بتاعتها، بل المكرونة نفسها كمان مش بتبقى متماسكة. ودي شكلها يا جماعة، وبالهنا والشفا. آه، بالهنا والشفا طبعا للي كلوا، بالهنا والشفا ليكم. يلا قوموا جربوها وادعولي، وكمان ادعموني باللايك والاشتراك وتعليق كويس، وكمان شيروا الفيديو لحبايبكم واصحابكم.
وهنا بقول لكم إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله، ودمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.